السلام عليكم الناس الزوينين، الناس البوغوسين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى هادشي يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم في الجزء الثالث من القصه. كما العاده، الا كنتي مازال ما تفرجتيش في الاجزاء اللي من قبل، فراه غتحتاج تفرج فيهم حيت الاحداث راه متسلسلين والاجزاء كيكملوا بعضياتهم. الا كنتي ديجا تفرجتي فيهم، مرحبا بك. والا كنتي اول مره كتسمعني، ما تنساش دير واحد لايك وابوني وشي كومونتير زوين بحالك. وبلا ما نطول عليكم، نبداو. قلبوها ضحك وتقشاب ودازت 15 يوم بالحساب. كانت الأجواء روتينية لكل واحد فيهم. بالنسبة لطلحة، من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة. والأخبار الزوينة هي القدر الكرا وقادتها وقاد بيت الناس، والباقي كيقادو شوية بشوية وكيتسنى النهار اللي تدخل فيه ديك العروسة لدارو، غرق في حبها وعقلو غاب معاها. ما كاينش نهار اللي يسد عينيه ويحط راسو على المخدة وما يتفكرهاش ويحلم بها. ما شافهاش من نهار عقدو، هادشي خلاه يتوحشها ويعذبو النيت. اما بالنسبه لحميد، عجبوه الهيد ديال المكناس وتعرف على ولاد الدرب. بقى كيقلب على خدمه اللي تهزو، حلف ما يعاود يحط يديه في الحرام. وخدمه بزنيز رماها موراه، ولكن فوق ما كيمشي عند شي واحد يخدمو ما كيثيقش فيه حيت خارج من الحبس. اما ذكرى كانت غارقه في ذكرياتها مع اللي شاغل بالها. عاشت هاد المده في العذاب والبكا، وكتندب على زهرها الكافر اللي طيحها في هاد المشكله. اما اللي على قبل حزنات وسخطات كان يلا رجع للمغرب ودخل من السفر يرتاح. جالس مع عائلته في الصاله كيشربوا القهوه ويتعاودوا. ماريا: كي كانت الخدمه مزيانه؟ ليت: الله يهديك كتبان مزيانه، راه لقيت بروبليم تماك. ماريا: علاش؟ اش واقع؟ ليت هو كيشوف في اكرام: البرامل ناقصين. اكرام: كيفاش البرامل ناقصين وانا حسبتهم؟ ليت: ايوا سولي راجلك. اكرام بصوت فيه نوع من العتاب: بركه ما تبقاو كل مره تتهموه بشي حاجه ما دارهاش. ليت حط حداه الكاس ديال القهوه اللي كان في يديه وهضر: وشكون من مصلحته يسرق البرامل؟ انا اللي اصلا هادشي ديالي كامل، ولا انتي، ولا الوالده؟ اكرام جاوباتو: ايوا راه حتى شعيب ما يديرهاش. ليت: ما كيهمش دابا شكون دارها، فكينا الجرايات، والبرامل السيمانه الجايه غيمشيو لالمانيا وتيوقفي عليهم. ناض مشى لبيتو خلاهم بجوج وهي تشوف ماريا في اكرام. ماريا ضيقات فيها عينيها وهي تقول لها: بغيت غير نعرف شعيب فين كيغبر. اكرام تنهدات: غير الخدمه امي وصافي. ماريا: الخدمه حتى بالليل؟ اكرام بنرفزه: صافي يا ماما بركه، بغيت غير نفهم مالكم معاه. ماريا: ايوا انتي تعرفين. قالت هادشي سهات في نقطه وحده وكتفكر. اكرام شافتها ساهيه وهي تسولها: مالك سهيتي؟ فاش كتفكر يا ماما؟ ماريا: كنفكر نمشي عند طلحه، بغيت نشوفو. اكرام جاوبتها: ما بغاش يشوفك صافي، خليه على راحته، نهار يبغي راه غيجي لعندك. ماريا طاح الدمعه من عينيها وهضرات: بنتي راه ما قادراش نزيد نصبر. اكرام: طلحه راه تبدل بزاف ماما، غير عطيه شويه ديال الوقت وانا غنحاول نهضر معاه ونقنعو يجي. ماريا: نتمنى. اما بالنسبه لليت، فاش دخل لبيتو دوش ولبس حوايجو وتكا في بلاصتو يرتاح. جبد التليفون من المجر حيت اصلا ما داش معاه، خدا معاه غير التليفون ديال الخدمه. شعلو اذا به كيتفاجئ بكثر من 100 ابل من ذكرى والميساجات على الجهد. استغرب ودخل كيقراهم وهو يتصدم. ناض تقد في الجلسه والاعصاب ركبوا فيه. ليت: طفاك اش هادشي؟ اش كتقول هادي؟ في جهه اخرى، مفرشين في السطح حصيره وكينقيو في الزنجلان. عقلها ساهي وهي كدوز صبعها وما كايناش في هذا العالم. عينيها كحل من التحت بقلة النعاس وحمر بقوة البكا. الضحكة والبسمات طفات من وجهها من نهار عقدات وتسمات مزوجة. طلع دريس للسطح ومشى ناحيتهم كيهضر. دريس: قلبت عليكم الدار كاملة وانتم هنايا. حبيبة: اش واقع ولدي؟ دريس: راه طلع حاجة عندنا وقال لنا نديكم تشوفوا الدار كي دايرة. خديجة ابتسمت بفرحة: قربي ساليها. دريس: وهذاك الشيء اللي مهم راه قادو، الشيء الاخر قال لي حتى تجي ذكرى وتختاروا هي. ذكرى وهي باقا كتشوف في الزنجلان اللي قدامها: غير سيروا نتوما، انا ما فياش. حبيبه: ايوا لا واه، انت اللي غتسكني فيها ماشي حنا، نوضي نوضي يلا. دريس: زيدي بركه من العكز. ناضو ناضت معاهم كتجرب في رجليها والشغف مشى في مره. ولات كتشوف اي حاجه وكتعامل معاها ببرود. دخلت لبيتها وبدلات عليها ولبسات خمار شيبي ونقابها معاهم. حتى بدات كتسمع تليفونها كيفيبري وبسرعه جبداتو من تحت الحوايج. قرات سميتو والدموع في عينيها والخلعه في قلبها.
ما قدراتش تجاوبو فاش سمعت النداء ديال باها كيعيط عليها. خشات التليفون في جيبها وخرجت لعندهم. نقول عليها باها على تعطالو، هي الخلعه شادها وعالم بها غير الله. سدوا الدار وخرجوا لقاو طلحه كيتسناهم. سلم عليهم وعينيه في الارض، وزاد مع الرجال والعيالات كيتمشاو موراهم حتى وصلوا للدار اللي كانت في ليطاج الثانيه قريبه للكراج ومقابله مع دار الزاهيه. ماليها رحلوا لمدينه اخرى وقرروا انهم يكريوها. طلعوا ليها، كانت الدار واسعه وكبيره، حيطانها مصبوغين بالموبرا والارضيه بالرخام والسقف فيه القبس. الدار كانت عباره على صالون كبير وثلاثه ديال البيوت، واحد بيت الكلاس وواحد بيت الناس والاخر خاوي، وحمام وطواليت وكوزينه والبالكون من الفوق. دار معتبره وما فيها ما يتعب. ديكرا بقات غير كتشوف وكدز من البيت للبيت وكتشوف في عائلتها فرحانه. دخلت البيت الناس وشافتها مفرشه ومقاده وقلبها بدا كيضرب في التسعين. بدات كتسول راسها كيفاش غادي تنعس معاه في فراش واحد. مجرد الفكره خنقاتها وبقات جامده في بلاصتها. حبيبه وهي كتشوف في الكوزينه واسعه تبارك الله. خديجه، الله يجيب غير حداك وصافي. حبيبه، ايوا ان شاء الله مور الزواج تتعلم. خديجه جاوبتها، ايوا دار زوينه الصراحه. حبيبه، المهم هو لهنا وراحت البال بنتي. الحاج، ايوا لا شفتوها زيدو قدامي. حبيبه، واخا الحاج. هبطات حبيبه وخديجه ودريس واقف حدا طلحه في الصالون وهو كيقول لها ما عندي ما يتسالك، هكا يكونوا الرجال. طلحه، تربينا في الحبس والرجله ما جاتش بالساهل. دريس، اشنو كتفتخر بالحبس ولا كيفاش؟ طلحه، الحبس، الحبس كيخليك تعرف راسك مزيان. دريس، وانت شنو عرفتي على راسك؟ طلحه، عرفت بلي كنبغي ربي بزاف وحيت كنمشي في طريقو عمرو خلاني. دريس، ونعم بالله. طبطب على كتفو ويقول له يلا نخليك دابا حتى دوز القهوه ان شاء الله. طلحه، ان شاء الله صافي تنشوفك تما. فاقت من سهوتها بعد ما حسات بالفيبرور في جيبها عاوتاني. ردات الباب ومشات للقنت ديال البيت وجبدات التليفون من جيبها. الخلعه غتقتلها وقلبها كتحس بيه غيخرج. جاوبات وهي حابسه البكيه غير بزز وكتحس بواحد الحرقه كبيره. ليت فاش جاوباتو بدا كيغوت لربي اللي خلقه. على سلامتك لالا، مني جاوبتيني على سلامتك. هادي غادي نتسناك. اي والله ينعلك انت والكلمه ديالك، انا اللي حمار اللي داير فيك الثقه، انا اللي حمار. ديك راه كتبكي وكتنخصص. ماشي هكا ماشي هكا، انا ما درت والو، راه بزز عليا وحتى بزز عليا. ليت غنتلاقاو دابا دابا، بغيت نشوفك. ديك راه ما نقدرش، راه كلهم حاضيني. انا راه ما جات فين تكمل الكلمه حتى تحطات يد على كتفها خلاتها تجمد وتقطع النفس فيها. اليد اللي جراتها بالجهد الشيء اللي خلاها تدور، ومع الدورة كتجيها واحد التصرفيقة قاصحة خلاتها تطيح في الأرض. كان قدامها بحال شي بركان هايج وعينيه كينفتو النار. شدها مرة أخرى من يديها حتى طلعها لعندو وزاد ليها تصرفيقة تانية وثالثة ورابعة. حمر ليها حناكها بالتصرفيق وخلاها تطيح في الأرض كتبكي وكتشاق. الحاج، منين جبتي التليفون ها؟ بحال من كتهضري دويا السلقوطة. ديك راه كتنخصص. حتى واحد حتى واحد، وكنهضر مع حتى واحد. الحاج حيدوا ليها وضربوا مع الحيط حتى تشتت. باغا تسويني؟ ما حشمتيش. شدها من اللورد عنقها. هضري السلقوطه هضري، منين جبتيه؟ كتحرك راسها بالله والدموع شلال. يلا كان غادي يعاود يصرف قاويه تشد ليه يديه من طلحه. طلحه اللي غير سمع الغوات جا كيجري. فاذا به كيتصدم كيفاش الحاج شادها وكيضربها ومازال باغي يضربها. الحاج تلقى من يديه حتى طاحت في الارض. طلحه بصوت غالب عليه التعجب والصدمه. علاش ضربتيها؟ الحاج، لقيتها كتهضر في التليفون. طلحه، ومن بعد ما عندكش اصلا الحق تضربها. كيشوف في ذكرى اللي البكا ديالها مسموع وهي في الارض وكتحس بدموعها اللي طايحين، وتنخصيصها كانت كيتقطع والنفس بزز باش كتطلعها. اما قلبها كانت كتحس به صافي تهرس كما تهرس التليفون لقطع صغيره. تحضر اللي عندها وكيشوف فيها بنظرات حيره وتساؤل كيبانوا ليه غير عينيها المرمشي اللي عامرين بالدموع. قرب يدو لعندها وحيد ليها النقاب، وغير شاف وجهها تصدم وتعصب اكثر من اثار الصبعان في حناكها. حس بلي هاد التصرفيقات اللي كلاتهم بحال هو اللي كلاهم وبالدوبل. ناض بهدوء وعينيه مسمرين عليها وكيحاول يخبي الغضب ديالو وكيستغفر في نفسه، ولكن ما قدرش. عقلو بغى يهبل من هذا المنظر اللي شاف. دار عنده عينيه حمر وقف قدامه بحال شي حيط. طلحه، الوجه عزيز عند الله وراه حرم الضرب فيه. الحاج هو كيخنزر في فكره اللي قليل التربيه خاصنا نعاودوها ليه. بغى يزيد عاوتاني يمشي ليه ويشدو طلحه. ما بقاتش بنتك هادي، دابا راها مرتي،
وما نسمح لحتى شي واحد يقرب منها. الواحد راه يموت على شرفه. الحاج جاب راسو هاربه ليه الهضره حتى استجمع الافكار ديالو ويهضر بعصبيه. ايوا منين مرتك خرجها ما تزيدش نهار واحد في داري. طلعها بصوت رجولي كله رزانه. كون ماشي هي اللي طلبات الوقت من غدا نجيبها لعندي. دار لعندها كيشوف فيها وهي كتنخصص وكدور في عينيها، حاسه بالقهره والوجع وكلشي تجمع عليها. سولها طلحه شنو بغيتي يا ذكرى، تجي ولا تبقاي؟ ذكرى كتمسح دموعها بيدها وبصوت كيرجف هضرات. نجي عندك. طلحه ابتسم ليها بحنان ورجع دار كيشوف في الحاج بملامح قاصحين. غدا غتدخل عروسه لداري. الحاج شاف فيهم بجوج وخرج من البيت بعصبيه ومخليهم. اما طلحه مشى هبط لعندها كيمسح ليها دموعها وكيشوفها كيفاش كتجمع في الطروفه ديال التليفون. ودوا بصوت حنون. منين جاك التليفون يا ذكرى؟ ذكرى عضات على شفايفها وكتبكي وكتحاول تهضر. عطاه لي، عطاه لي خويا وقال لي نخبحو باش نقرا فيه هو دابا هرسو ليا. طلحه ايوا كون قلتي لي هادشي ما كانش غادي يضربك. ذكرى كان غير خاصم على دريس. شدات ليه في يديه وكتطلبو. عافاك ما تقول والو عافاك. طلحه بحزن حط يديه على حنيكاتها. ما تبكيش، كان وعدك عمر شي واحد ما غيحط يدو عليك. بقات كتبكي وكاع اللي في قلبها خرجاتو على شكل بكا. عيات بزاف ونفسيتها تدمرات. هو شد لها في يديها وكيسكتها. طلحه واش هادشي كامل على قبل التليفون؟ ذكرى كان عزيز عليا. طلحه غنشري لك حسن منه. قرب منها ونطق بصوت هامس. كتقطعي لي قلبي بالبكا هكا. هز لها يديها وباسها بوسه طويله وهي سكتات نسبيا وكتمسح دموعها. طلحه غدا غتكوني مولات الدار وعمرك ما غتبكي. ذكرى بالعافريقه ودوات. خصني نمشي. طلحه واخا يلا نوصلك. ذكرى لا ما تحتاجش. هبطت النقاب على وجهها وهربات منه بسرعه. ما فهم والو دغيا مشات من حداه. خرجت كتزرف الخطوات بلا وعي وعاد استوعبات بلي وافقات انها تدخل عروسه لعند طلحه. جبروت وتسلط الحاج خلاها تاخد قرار بلا تفكير. مشات كتجري للهاتف العمومي بحانوت بعيد ورمات الفلوس وصونات على المرت حتى جاوبها. ذكرى اليوم بالليل مور الفجر اجي الدرب، خصني ضروري نهضر معاك. خارج طريق الحاجب كانت في وسط المعمل الكبير كتطلع على المزارع ديال العنب وكتشوف العمال كيفاش كيجنيوه وكيديوه للعصارات. نساء شابات في مقتبل العمر لابسين طابليات وكينقيو في العنب ويشتفوا عليه، ورجال هازين البرامل كيطبعوا عليهم اللوغو، وفي اخرى كتاخد العصاره باش تخمر تحت الارض. اما الاشخاص الاخرين كانوا كيديوه باش يتزاد عليه مواد تانية. الشغل كتير والخدمه ديال الشراب راه هي هادي. خرجت من المعمل بعد ما تفقدت الامور وحسبات البرامل اللي غادي يمشيو لالمانيا. بدات كدور في المزارع وحدها شافت الخدامه كيفتي عليها شنو خاصهم وشنو جابوا من معدات وايضا الترتيب اللي اعتمدوه. كانت كتسمع ليه بتمعن حتى وقف عليها شعيب وسلم عليها بلابيز. اكرام فين كنتي هاد المده كامله؟ شعيب شاف في المساعد وعطاه اشاره باش يمشي. كنت كنخدم، شنو غادي ندير مثلا؟ اكرام ما عليناش، ليط راه رجع من فرنسا وخاص شي واحد يوصل هادشي للالمان. شعيب وهو كيدور في عينيه. ويمشي هو النيت. اكرام ما بغاش، وحتى انت راه ما غاديش تمشي اصلا حيت الالمان راه غادي تلقاهم غير في المرسى عطيهم البرامل وهما غياخدوهم يديوهم معاهم. شعيب وفوقاش هادشي؟ اكرام هاد الايام نيت غير وجد راسك. شعيب صافي واخا يلا انا نمشي دابا. اكرام فين غادي؟ قربات منو هي تسولو. ما توحشتينيش. شعيب توحشتك بزاف حبيبه، هاد الليله نجي للدار ونشوفو تما. اكرام وعلاش مال دابا؟ شعيب دابا عندي واحد البلان صغير خاصني نقضيه. المهم سيري حتى انت للدار وما تبقايش هنا اوكي تنتلاقاو. اكرام واخا. تبعت لي العين حتى مشى ورجعات منين جات. خدات الطوموبيل تا وتوجهات للمزرعه. مسافه ديال الطريق ووصلات وحليها على اساس الباب. هبطات من الطوموبيل تا ويلاه كانت تتوجه للدار حتى ناداها على الاساس. مدام اكرام هاد الورقه راه وصلها الفاكتور لعندنا. اكرام كيفاش فاكتور جايبني ياك الشيفور مكلفين وكيخلص كلشي. الاستاذ ولكن مادام راه هو خلص كلشي اصلا. اكرام وشنو هادي؟ الاستاذ ايوا الله اعلم. اكرام صافي سير لخدمتك. خدات الورقه وطلعت للدار. وصلت البيت حطات صاكها وجلسات. حلات الورقه لقاتها ديال الماء والضمه تخلصات الشهرين هادي. ولكن اللي استغربات منه هو ان الورقه والضمه كانتش ديال دارهم، كانت ديال شي دار في الحاجب وبسمية شعيب. ناضت كتقرا وتعاود وكتسائل كيفاش راجله عنده دار اخرى وهي اصلا ما في خبارهاش.
حطات الورقة وناضت كدور في البيت وهي ما فاهمة والو، وبدات كتربط الخيوط مع بعضياتهم. الغياب ديالو الطويل والمتكرر وشي مرات ما كيباتش كاع في الدار، والهضره ديال الليت والبرامل ديال الشراب والاتصالات اللي كيجيوه في تليفونو. صدرها بدا كيطلع ويهبط وراسها بدا كيدور ويبلاني. غمضات عينيها وجبدات تليفونها وصنات لواحد النمره ونطقات بنبره امر ودمعه حاره هابطه من عينيها. اكرام. نهار خرج الكاميون المرسى سير تبعها وشوف شنو كاين تما. وما بغيت حتى حد يسيق الخبار. بالليل في دار الحاج داز الوقت وظلام الحال، واذان الفجر كيأذن في ودنها وهي في السرجم كتشوف في السما. ناضت كيما العاده صلات مور باها وخوها مع امها وبنت عمها، حتى سالها وكل واحد مشى لبيتو. لبست حوايجها تحت نظرات بنت عمها اللي فهمات منها انها لا ترجع. رغباتها ما تمشيش وما تخرجش، ولكن اللي في راسها في راسها. خرجت كتسلت كيما العاده وخرجت من الدار عاطيه رجليها للريح، حتى وصلت للبلاصه فين كيكون كيتسناها فيها ديما. لقات الطوموبيل واقفه ومشات ديريكت ركبات وهو انطلق. حتى واحد فيهم ما هضر، بقاو غاديين في الطريق حتى وصلوا لواحد البلاصه معزوله وهبط من الطوموبيل كيكمي وهي هبطات من وراه ودوات. ذكرى. راه تزوجت. لقيت كيضحك بالفقصه وعاطيها بظهره. ايوا مبروك، نجي نسطح في عرسك مثلا. ولا نتوما اخوانيين ما كديروش الموسيقى. ذكرى. حنا اخوانيين. ونهار جا اول واحد دق الباب الحاج عطاني ليه، حيت قصد الحلال ماشي مزرزرني في الزناقي بحالك. ليت دار عندها. ما تنساش بلي انت راه كان عاجبك التجرجير وكنتي كتحسي براسك فوق السلك معايا. ذكرى شداتها البكيه. ما تخوتش عليا حيت انت راه ما عشتيش العاده بهاد المده كامله. ليت. ياك قلتي غتسناني فين هي هضرتك. ذكرى. عييت فيك اجي تخطب. اجي تخطب وانت كل مره مخرج ليا بلان وكتسكتني به. ليت. ياك اتفقنا فاش نرجع من فرنسا. ذكرى كتشوف فيه بحقد. غير سكت، عمرك كنتي غادي تجي عندي. هزات سبابتها في وجهه وكملات. انت عمرك بغيتيني كما بغيتك انا. انت عمرك خسرتي داكشي اللي خسرته انا. ليت قرب منها وكيغوت. هاد النيفو كامل اللي حاطك فيه ومازال كتقولي ما كنبغيكش. ديك راه كتغوت حتى هي. اللي كيبغي ما كيسدش التليفون ونبقاها بلا بلي زابيل والميساجات. اللي كيبغي ما كيغبرش عليا بالشهور وانا كنحمقها هزا لك الهم. وكتقول لي ما تسنيتكش واش منيتك. انا مشيت لعندك للدار بغيتك تسق الخبار قبل ما يزوجوني. وعرفتي شنو لقيت؟ لقيت ماماك سمعتني خل ودني ولاحتني بحال المدلوله برا داركم. ليت. ما كانش في خباري انا هادشي. ذكرى. ايوا معلوم ما غتكونش في خبارك. طيحات الدموع وهي كتساق. كيفاش تكون في خبارك وانت غابر. اللي تحط يديه على وجهها ويقول لها صافي صافي ذكرى كلشي غادي يتصلح. ذكرى. حتى حاجه ما غادي تصلح حيت صافي مشيت في واحد الطريق اللي ما بقاتش كترجع. انا صافي تزوجت. ليت. ما كيهمنيش تكوني مزوجه ولا مخطوبه. اللي كيهمني هو انت. فكري في حياتك ومستقبلك. نسيتي بلي بقى لينا عام د الماستر ونخرجوا برا البلاد. واش نسيتي بلي حياتك معايا وتوعدنا حتى واحد ما غادي يفرط في الاخر. نسيتي هادشي كامل. ذكرى. صافي ليت انا وياك وصلنا للعفاه. كان خاصك تجي شحال هذا. ليت. واش كتفرطي فيا بهاد السهوله. ذكرى. كنفرط فيك حيت يا ما فرطتي فيا وبلا خاطري دابا. واخا قلبي عندك ولكن عقد الزواج رابطني دابا مع شخص اخر. ليت عاد بدا كيطلع معاه الصاد ويقول لها اش بان لك نهربوا بجوج. تقدري تهربي معايا. ذكرى دفعتو عليها. واش حماقيتي بغيتي نهرب ونفرط في عايتي ونخلي كلشي مورايا. ليت. هذا هو الحل اللي كاينه ذكرى، وباش نثبت لك بلي راني كنبغيك غادي نهربك. ذكرى. غدا غادي نكون دخلت عند راجل اخر صافي انا وياك سالينا. ليت. غدا ذكرى غادي نتسناك في بلاصتنا قبل ما تدخلي عنده. الا جيتي لعندي غادي نهربوا بجوج ونبنيو مستقبلنا، ولا ما جيتيش غنتمنى لك الخير وما عمرك ما غادي تعاودي تشوفيني. ذكرى شات فيه نظرة اشمئزاز. رجعني لدارنا دابا. ليت بعصبية حيت ما خلاتش ليه مجال فين يزيد يهضر. زيدي. رجعها لدارهم وخرجت بلا ما تهضر معاه. كثيرة معصب والبلانات اللي دارهم في راسو كاملين ضربوا ليه في الزيرو. اكثر من عام هو كيطيب فيها باش تعطيه اغلى ما كتملك ويحس برجولته، وفي الاخر جا شخص اخر تزوجه هو اللي غادي ياخذ داكشي. وهذا الشيء اللي زاد سخطو اكثر، ولكن في قاموسه هو ما كاينش شي حاجه سميتها الاستسلام، وامبوسيبل يسمح في حاجه قبل ما يسوسها. طلعت الشمس واليوم المنتظر وصل. طيابات كيطيبوا في الكوزينه والعيالات كيعاونوا في الجميع والديكور، والعائلات الحبيبه جاو بكري باش حتى هما يعاونوا في التوجاد والبز داخلين وخارجين. كلشي كان هو هذاك،
وحتى من حميد وباسطوف كانوا كيوجدوا طلحه في دارو فرحانين معاه. حميد: انا با طلحه جبت لك واحد الرويحه ما كاينش منها جوج. تش 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 تش. بدا كيتشتش ليه، هو يقول ليه: اليوم تزاد فيك مراتك هادي ما فيهاش شك. طلحه: انت يقش باللي تزوجت صاحبي باقي مدهشر. باسطوف: ليت العمر ما بحال حتى شي ليله. ايه فكرتوني في المرحومه الله يرحمها، مشات وخلاتني وحداني. حميد: ايوا شوف ليك حتى من باسطوف عاش الحب، بقيت غير انا. باسطوف شير عليه بمخده ويقول له: ولا اني ما كتحشمش. حميد حط يدو على طلحه وهو يقول له: ايوا شنو طلحه، عارف ما دير ولا نعلموك؟ غمز باسطوف وبدا كيضحك. باسطوف تقاد في الجلسه وهو يقول له: وعنده الحق ولدي، اول مره نتفق معاك يا حميد. طلحه شاف فيهم وتنهد: ياك ما كيسحب لكم مني دخلت للحبس على 13 عام راني ما فاهم والو ما عارف والو. حميد: ايوا راه التطبيقي ماشي بحال الشفوي. طلحه: وباش عرفتي انت التطبيقي ياك ما فايت تزوجتي وما في خباريش. حميد: ويلي تا انت، ضروري نتزوج باش نولي نعرف التطبيقي. باسطوف: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حشمونا نخرج. طلحه شدو من القرفده وبدا كيدي فيه ويجيبو: واش انت داك اللسان ما كتلجموش؟ عيب صاحبي وحشومه تقول ديك الهضره. حميد: خرجت هكاك اش ندير ليها. طلحه: حسمتي باسطوف صاحبي. حميد: ودابا بيناتنا، واش عارف ما دير ولا بغيتي ديرها سبه باش نسكت؟ طلع ركلو رجلو ويقول لي: خرج من قدامي، انت صرتي بزاف نتايا. يا لطيف يا لطيف يا. خرج حميد من حداه وهو كيضحك عليه وضارب الدنيا بركله. هذا هو حميد، ما كيفكرش قبل ما يهضر، خصوصا مع طلحه اللي كيعتبرو خوه وسنده في الحياه. ما كيحشمش منه واخا دياني، ولكن كيخاف منه يحترمو حيت كبير عليه وعارف بحق الدنيا اكثر منه. الحاصل وما فيه، لبسو وتقادو السي العريس لبس جبادور مذهبه، وداك الشيء هو هذاك. خداو الهديه في جو ساكت تحت نظرات الزاهيه اللي كانت كتقطع عليه. دخلوا لدار الحاج وجلسوا في الصالون مع الرجال كيقراو القران وكيسمعوا الادعيه. اما العيالات كانوا يتحسبوا على رؤوس الاصابع جالسين في البيت. اما البيت النعاس كانت فيه ذكرى لابسه كسوه بيضه مستوره مع النقاب طبعا وتاج خفيف على راسها. كتشوف راسها مطوله في المرايه وعينيها عامرين بالدموع، تالفه وما عارفه رجليها من راسها. ولكن اللي عارفاه هو ان ليت في بلاصتهم دابا كيتسناو عنده امل انها تجي. الليله ما بغاتش تسالي وقلبها مقبوض عليها. دارت لعند خديجه وهي تقول لها: تخنقت. خديجه: مالك؟ ذكرى: بغيت نشم شويه د الهوا. خديجه: خالتي حبيبه راه وصاتنا ما نخرجوش. ذكرى: غنطلع غير للسطح، الا بقيت فهاد الزمت راه غادي نموت انا. خديجه: صبري صبري نطلع معاك. لبسات نقابها من فوق قفطانها وخرجت هي وياها بعد ما قالوا الحبيبه وصاتهم باش ما يتعطلوش. دازو مخبيين على الصالون باش ما يشوفهم حتى واحد وطلعوا للسطح. حيدات نقابها من وجهها وكتستنشق شويه الهواء. ذكرى بالعاطريقه وهي تقول لها: خديجه عافاك هبطي جيب لي نشرب. خديجه: واخا انا نمشي نجيب لك. مشات خديجه وهي بقات كتشوف في السطوح اللي مقاربين وعارفه راسها الا شدات طريقهم راه تقدر تهرب وتمشي لبعيد. نفضات الفكره من راسها وطلات على السور شحال عالي، وفكرات تلاح من فوق وكاع وتنتحر وتسالي هذا الكابوس هذا. بزاف ديال الافكار شيطانيه زارتها، ولكن في الاخير اختارت الاختيار الاول. مشات طلات على السطح اللي ملاصق مع سطحهم ورجعت كتشوف في الباب. زيرات على قلبها والخلعه ركباتها وهي تقرر انها تنقز للسطح الاخر، وبقات غادا هكا كتنقز من سطح لسطح. والبنيد الاحياء الشعبيه راكم عارفينه كيكونوا سطوحا متقاربين. تكرفسات مزيان حتى وصلت للسرجم ديال الاخرى وهبطات منه الارض حتى تقطعت كسوتها وتجرحات في يديها. بقات غاديه بسرعه وكتجري وكتشوف موراها حتى وقفات امام الشخص اللي قدامها ولونها تخطف. دموعها تحجروا في عينيها وقلبها كان على شويه ما يسكت. بقات كتشوف فيها بلا ما تهدر. الهدوء وسكون الليل كان طاغي. كانت كترمقها بنظرات ما مفهومينش ومربعه يديها وكتلوي واحد الخصله ديال الشعر في يديها. الزاهيه: كنت حاسه بك غتهربي، ما دوزناش القليله بنت الحاج حفظتك. ذكرى: بعدي من طريقي الزاهيه. الزاهيه: غنبعد من طريقك حيت انا صاحبتك وغنعاونك. عارفك كتبغي واحد اخر وهو عند من هاربه دابا. ذكرى: ماشي شغلك. بغات تخطاها وهي تشدها الزاهيه من يديها وقربات لها وكتشوف في ملامح وجهها: سيري عيشي حياتك طول وعرض، ولكن ما تنسيش هضرة ربيعة. طريقك خايبة يا بنت الحاج. بعدات منها وهي تقول لها: يلا هربي قبل ما يشوفك شي واحد. حلات لها الباب ديال السطح وهي تقول لها: يلا سربي. بقات الذكرى كتشوف فيها مطولة كيفاش كتشجعها تهرب، ولكن ما فكراتش جوج مرات وعطات رجليها للريح.
رمات الصباطة في وسط الطريق وتا جا وتبعاتو للنقاب. تحرات من التشدد اللي كان زامتها وخلات شعرها يبان. عرات وجهها كيما عرات أخلاقها. بقات غادا كتجري حتى وصلت للبلاصة ديالهم وبقات كدور راسها حتى بان ليها. هو اللي كان واقف على أحر من الجمر، غير شافها خرج من الطوموبيل وعنقاتو بحرارة. ليت كنت عارف غادي تجي حبيبة. ذكرى. يلا نبعدو من هنا دغيا. ركبوا بجوج وهي كتشوف في دربهم ودارهم من بعيد. طاحت آخر دمعة من عينيها ونطقات بينها وبين راسها. ذكرى. يا مبروك الزواج السي الفقيه. بعد ما هربات ذكرى، تسنات هزها هي حتى بعدات وجات قدام دار الحاج وحطات صباعها في ودنيها وبدات كتغوت لربي اللي خلقها وكتقول شهدوها الناس على المنكر. بنت الحاج قاسم هربات من عرسها مع راجل آخر. بقات كتردد الجملة حتى خرجوا الجيران والناس كيسمعوا شوهتها والهضرة بدات. اما دار الحاج ترونات من بعد ما لقاتهاش خديجه في السطح. هبطات كتبكي وكتقول لهم باللي ذكرى غبرات. كثرات الهضره وخرجوا الناس من دار الحاج كيسمعوا الزاهيه شنو كتقول. دريس خرج عندها ووقف قدام الزاهيه ويقول لها: اختي اشرف منك، ما تهضريش عليها هكا. الزاهيه: والله اخويا دريس حتى شفتها بهاد العينين اللي غياكلهم الدود، هربت مع راجل اخر. سمعتهم توسخات وكلشي بدا كيهضر عليهم. صطبعت في باب دار الحاج قاسم. بنتهم ما كتسواش ووسخات شرفهم وهربات ليلة عرسها مع راجل غريب. الحاج ما قدرش يهز راسو وشداتو السخفة وهو يطيح على طولته. بدات حبيبة كتغوت وخديجة كتنوضو حتى هزوه وطلعوه للدار. تشوهو بالمزيان وتشفاو فيهم الناس وكما كيقول لك المثل: الا طاحت البقرة كيكثروا الجناوة. كان واقف حدا الباب بدون حركة، كيسمع شنو كيتقال وكيشوف شنو واقع. أحلامه معاها تبخرات والثقة اللي بناها معاها تهرسات، والحب اللي في قلبه داب في لحظة وحدة. التعابير ديال وجهه ما مفهومينش واللون فيهم مخطوف. ياك هو عريس فين هي الفرحة اللي تسناها وبغى يختم بها ليلته؟ قرب منه دريس مهبط راسو الفوق ساقاه جاه. دريس: غادي نقلب عليها شبر بشبر ونلقاها طلحة. ما جاوبوش، تخطاه بحال الا ما كاينش. مخلي موراه الناس كيتحسروا عليه وكلام العيالات اللي ما كيتقاداش. ها اللي كتقول مسكين هربات عليه المراه، ها اللي كتقول الخساره ما تستاهلوش، ها اللي كتقول كيقولوا خرج من الحبس داكشي علاش هربت منه. المهم كلام كتير كيضر في الخاطر وكيضر في القلب. هو ما حس به غير الله سبحانه وتعالى. هرب منهم ورجليه داوه لدارو اللي كان غادي يدخل لها هو وياها وفرحان. هو داخل لها دابا غاب بوحدو وطايح عليه الضين. حل الباب كيشوف الورد مشتت والشموع اللي حطهم بيديه وشعلهم قادين ومنورين. سد الباب ومشى جلس في الارض وساهي. كيشوف في نقطة واحدة حتى دخل حميد وباس الطفل عنده. باس الطفل الدموع في عينيه ومتأسف على حالته. ما يبقاش فيك الحالة طلع ربي كبير. حميد كيغوت ورجع حمر وحس براسو هو اللي تشمت. والله لا بقات فيها، غادي نجبدوها وغتخلص مزيان. هبط لعندو هو يكمل: ما تستهلكش العزيز. باس الطفل: اولدي ما ديرش في بالك. حميد كيتمعن فيه كيفاش مصدوم وساكت. دويها طلحة، قول اي حاجة، غوت ضرب خبط، فرغ الغضب ديالك، ما تبقاش ساكتة هكا. بسطو حط يدو على كتف حميد وهو يقول لها: زيد ولدي زيد نخليوه بوحدو. يأسوا منو مشاو خرجوا مخلينو في ذكريات صغيرة معاها. البنت اللي شافها بحال الملاك طلعت شيطانة وضحكات عليه. كيفاش تغرف منظرها، كيفاش طوعتها خاطرها تعطيه امل وتحيدو ليه بهذه البساطة. كيفاش ما راعاتش لعائلتها وما راعاتش ليه وسمحت في كل شيء. تخنق وهو كيفكر وهضر بصوت مخنوق ومبحوح: الجمرة، جمرة تحطات في قلبي، ولا ما حرقاتكش بحالي ما غاديش نتهنى. داك الاحساس بالضبط مور خيبة الامل كيكون قاتل. داك الاحساس ديال الفرحة الكبيرة اللي كتقلب المأساة. قليل اللي عاشهم ولكن الواقع ديالهم والتأثير ديالهم في قلب الانسان ماشي سهل. كيخليوه يتبدل 180 درجة على كيما كان. بحال شي ولد صغير طمعتيه بالحلوى وخلفتي الوعد ديالك، موراها ما عمرو يعاود يثيق فيك. والثقة الا ضاعت ما كترجعش كاع. ديكرا اختارت الطريقة ودخلات للفيلا اللي زرات عليها ماريا منها. دخلات شادة في يد ليت بقوة وخايفة حتى شافتها ماريا وجات وقفات قدامهم. ماريا: شنو كديري هنا؟ كتشوفها شنو لابسة وهي تستوعب. حويلي هربتي من عرسك. ليت: سيري هاديك راه البيتي انا جاي. حركات ليه راسها بآه ومشات. تسناها حتى اختفات وبقى كيشوف فمو اللي كتقابلو بنظرات كلها غضب. ماريا: هربتيها من عرسها؟ واش انت حمق؟ باغي تمرمد السمعة ديالنا في الارض ولا شنو باغي دير؟ ليت: ما غاتوقع حتى شي حاجه خايبه الا سكتي وما تدخلتيش في حياتي. ماريا كتغوت: البنت راه عندها عائله وانت جايبها لهنا. ليت:
غتبقى هنا حتى النهار نبغيها تمشي، فهمتي؟ ماريا: امتى يجي هاد النهار بالسلامة؟ ليت: واش مازال ما بغيتي تفهمي بلي انا البنات كاملهم راه عندي غير مجرد نزوه؟ ديك راه ما غنفضح حتى ناخد داكشي اللي بغيت منها، فهمتي؟ ماريا تنهدات بارتياح حيت عارفه ولدها، واصلا تسترات عليه بزاف وباقا ساكته على فعيله، وهي تقول ليه الاهم عندي هو ما تزوجش بها. ليت: هادشي عمره ما غادي يكون. غمزه وطلع البيت وكيشوف فيها جالسه في الناموسيه، شاف فيه ذكرى بتساؤل: اشنو دابا؟ ليت جلس حداها ويقول لها: مرحبا بك في دار الخماري. ذكرى: فين نوصلوا بهذا الشيء؟ انا راه خايفه. ليت شد لها في يديها ويقول لها: انا معك، من اليوم غنبداو صفحه جديده. ذكرى: نساو كلشي. ليت: غدا ونهضروا في كلشي يا حبيبه ديالي، غير ارتاحي دابا. اللي ما كانتش عارفاه هو من هاد اللحظه فصاعدا كاين كلشي الا الراحه، هذيك اللي ما عمرها غتحس بها. هي في نفسها راه متاكده بلي راه اذت بزاف ديال الناس، ولكن كتحاول تقنع راسها بلي راه اختارت الاختيار الصحيح، وهي اصلا على ذمه راجل اخر، داك الراجل اللي الليل كامل ما نعسوش وهو كيفكر. مع شرقات الشمس ناض هبط حل الكراج وبدا الخدمه بكري، كيفرغ الغضب ديالو فيها. ما اختارش يتخبى ولا يعيش في الحزن بكل تفاصيله، ولكن ككل مره اختار يقاوم. الهضره د الناس راه كتبقى زايده ناقصه، ولكن كتخلي فرق كبير في اللي توجهت ليه وحتى اللي نشرها وعنده يد فيها. في جهه اخرى كانت حداها امها كدوز يديها على شعرها وكتفيقها من نعاسها. حلات عينيها الحمر بالتقاله، والشعر كان مخربق على وجهها وعظامها كيضروها. هضرات بصوت مخنوق: الزاهية: غندر لقاو بنت الحاج. ربيعة: محال، داز الوقت. ابتسمت ليها وهي تقول لها: نوضي نوضي القرا لبنتي سعدها، راني عارفه شنو في داك القلب، انت غير امري واليوم يجي طالب راغب فيك. ناضت الزاهية وشدت لها في يديها وكتخنزر فيها وكتنهيها براسها. الزاهية: وياك ماما، ما بغيتوش يجي بالسحور، بغيتو يجي بالمحبة. ربيعة: ايوا نوضي على الاقل بخري بحبة العشق. ناضت بشويه عليها، هز الشال في يديها ولبسها قندوره زرقاء، كتلوح الخطوه بشويه حتى وصلت لحدا المجمر. هزات حبة العشق في يديها ورماتها كتبخر بها وسادة عينيها وكتستنشق وتحط يديها على قلبها. دارت القبول ديالها وعيطات الجوادة حتى هي، ومشات لبسات جلابيتها اللي لاصقة عليها وكحلات عينيها وحمرات شفايفها. المهم قادت الحالة وخرجت من دارهم اللي جات مقنته، اصلا معروف اللي وصل ليها شنو بغا وشنو مقصودو. غادا وكتشم الهوا ومبتسمه وكدور في عينيها الزايغين في ولاد الدرب، حتى وصلت للكراج د النجاره وطاحوا عينيها عليه، والساعات الابتسامه ديالها وعينيها غير ياكلو ودخلات. الزاهيه: السلام عليكم. كان كيخدم ما كيشوف لا اليمين لا اليسر، شاد في يديه خدمته ومركز معاه والملامح ديالو باهته والعرق هابط منه. طلع راسو فيها فاش سمعه وهو يجاوبها بواحد البحه رجوليه: وعليكم السلام. الزاهيه: محتاجه شي ستاري جديد؟ طلحه: مرحبا، لا عطيني غير العبار والشكل. قربات منه وكتدور عينيها على الكراج وهمسات ليه: الصراحة اللي جات من عندك حلوة، ولكن انت ما تستاهلش اي حاجة. شافت فيه كيفاش هبط راسو وكيسمعها بتمعن ومطلع حجبانو، وكملات كلامها: خسارة ما تستاهلكش، هي ما تستاهلش حتى تشوفها منك. انت تستاهل المرأة اللي تقوم بيك وتهلا فيك وتخليك فرحان. طلع راسو فيها من جديد وبدا كيشوف فيها وكيستغرب من الزعامة ديالها. الزاهية فرحات فاش شافتو كيحقق فيها الشوفة، حسات باللي صافي راه ضربات نص الطريق. حتى صدمها بالجواب ديالو اللي هرس ليها الأحلام ديالها غير بالفن والهداوة. فاش يكون عندك العبار إن شاء الله واجي مرحبا بك. عطاها بظهرو ومشى كيكمل الخدمة اللي كان كيدير. خرجت مدلولة من الكراج وكتغزل سنانها وكتنهج بالأعصاب، إلا غير التحدي هي موافقة عليه وحالفة حتى يكون ديالها ومعاها. تلاقى بها باستوف وحميد خارجة وهما دخلوا كيشوفوا فيه خدام وباين عليه العيا وقلة الناس. باستوف: ولدي طلحة، فطرتي ولا باقي؟ حميد: ها انت شوف راه جبنا لك السفنجاج ياكلوا هما حدهم باقيين سخان. طلحة: فيا اللي ياكلها خليوني باقا تابعني اصلا الخدمة. باستوف: ما تعيش راسك طلحة، كون بقيتي في الدار ترتاح. حميد مشى عنده ويشدو: جلس اصاحبي راه كتمرض راسك هكا، هي دابا مشات ومن البارح ما لقاوها، صافي نساها باعت كبر رخيص وهي اللي خاسرة اصلا. طلحة حط داكشي اللي كان في يديه ودار لعندهم: وانا شريتها بالغالي.
حتى واحد فيكم ما غادي يحس بشنو كنحس. البنت اللي تزوجت بها هربات مني ليلة عرسنا وحطات لي وجهي في الارض. شو دابا الزنقه كامله خرج للدرب تلقى كلشي كيهضر عليا. حميد: وصافي يا صاحبي تكالما ونساها كاع. طلحه: لا ما غنسكت ما غنتكالما ما غننسى. خاصكم تعرفوا مزيان باش شنو كنحس، حيت هادشي اللي كنحس به دابا راه ما حسيتش به حتى فاش دخلوني للحبس ظلم. بسطو شدو من وجهه ويقول ليه: ولدي، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شد بالله وهي راه ما تستهلكش. طلحة كيشوف في عينين باسطوف وكيحس بالقهرة. ولكن انا كنت كنستاهلها باسطوف. كنت كندعي الله في صلاتي يكتبها ليا. خرج من الكراج ما قادش يزيد كاع يهضر على هذا الموضوع. كيحس براسو مريض بذكرياتها، مريض بتفاصيل ساعات وهو معاها، مريض بذكرى، ذكرى اللي كانت كتجيه في نعاسو وفياق وما قادرش كاع يحيدها من بالو. كيتسنى خبارها غير ترجع ويفهم منها علاش دارتها هكا. ما غيعاتبهاش ولكن في نفس الوقت عمرو ما غيسمح ليها حيت دم مراتو. اما في دار الحاج دخل دارهم من مور ليله كامله برا. عيا ما يقلب والو ما لقاهاش. جلس في الصالون كيشوف في الارض مخربق والحزن مخلط ليه مع الاعصاب. كيشوف فمو جالسه كتبكي وحدها خديجه كتسكتها. دريس: قلبت عليها البلايص كاملين ما لقيتهاش. حبيبه وهي كتبكي: زيد ولدي قلب ما تحبسش عافاك، رجع اختك للدار لعندنا. دريس: هذيك ماشي اختي، الا مشيت تلقيتها غنقتلها ونغسلها عارمه، سواتنا كاع في الدرب وكاع الفم هضروا فينا. حبيبه كتنت في راسها: يا ربي شنو درت انا حتى تجازيني هكا. باك طاح في الفراش بالفقصه ديالو وديك راه هربات ويعلم الله اش واقع عليها. دريس: غادي ترجعوا حسابها معايا، والله لا دازت ليها. شاف خديجه ويقول لها: ياك انت كتعاود لي كلشي، الا عارفه شي حاجه قوليها. خديجه كتبكي حيت ما قادراش تقول، خايفه تطيح الروح وتكون هي السبب. ما عارفه والو حتى انا بحالكم هازه ليها الهم. يا ربي كون معانا يا ربي. حبيبه: سدي السراج ما بنتي خديجه، سدي السراج مرا الجيران كيطلعوا علينا بغاو يجيبوا اخبارنا. دريس ناض وهو يقول لهم: غادي نزيد نقلب عليها وما غندخل حتى ترجع. راسي ما بقيتش قادر نهزو في طلحه. حبيبه: هذاك ولد الناس مسكين ما يستاهلش اللي جرى فيه. الله ياخذ الحق فيك، هذيك راه حسبي الله ونعم الوكيل. خديجه: خالتي واش مشي نفيق عمي ياكل شي حاجه، من البارح ما بغى ياكل والو. حبيبه: خليك انت انا غنمشي نفيقو، غير وجدي لي شي حاجه في البلاطو. حبيبه دموعها ما بغاوش ينشفوا. من البارح والفضيحه دايره، والعائله ديالها تشفاو فيها ومشاو من عندها ساخطين. ما لقات على من تحط الراس ولا تبكي وتشكي همها، وبنتها هي السبب. اما خديجه كانت محطوطه بين العوافي، الا سكتات مصيبه وإلا هضرات مصيبه، ما عرفات ما دير. اما دريس العزه والنخوه ديال الراجل الشرقي تحركوا فيه، ما رضاش عليه الدل وهضرات الناس قصحاتو. مشات حبيبه لبيت النعاس وقربت من الحاج اللي كان ناعس على جنبه ويديه تحت حنكو كتحرك فيه. حبيبه: الحاج، والحاج، الحاج، نوض تاكل شي حاجه ما تبقاش هكا. بدات كطيح دموعها وهي تكمل هضرتها. يحلها ربي يا الحاج، دير يقينك فيه والناس راه كيهضروا كيهضروا. الحاج: انوض. بدات كتزعزع فيه والو ما بغاش ينوض. بقات كتجر فيه بزز حتى جراتو على ظهرو، وهي تصدم فاش لقات وجهه زرق ومنفوخ وجسمه بارد. خرجت صرخة عالية من أعماقها، الصدى ديالها وصل حتى للزنقة. ما أصعب أن يغضب منك الله يا ذكرى، وما أصعب أن ينتقم منك القدر بأبشع الطرق. بداية الانتقام الإلهي بدات، والله شديد العقاب. مقبرة المنار في مكناس. صلاة الجنازة تقامت في الجامع وخرج التابوت هز طلحة ودريس وبعض الرجال الآخرين. البكا والنديب عالي في الدرب، والعيالات كيواسيو حبيبة اللي لبسات البيض، وما قدتها كيا زادتها كيا كتار منها. غاديين الرجال في الطريق وكيرددوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. حشد كبير من الناس أغلبهم ناس الحومة، رجال دراري كبار دراري صغار، ولكن حتى في العزو ما سلموش من كلام الناس. كلهم كيتسناو ذكرى ترجع وتعرف باللي بسبب فقستها باها مات. الجو كان مكهرب والرجال مجموعين حانين راسهم. الحاج تكفن وتدفن والتراب كيرجع عليه. قال الفقيه كيجود القرآن حتى سالا ورجع التراب كليا عليه. ومشاو الناس من بعد ما دعاو بالصبر مع دريس. جلس دريس حدا القبر وطاحوا الدموع ديال الحسرة والحزن من عينيه. طلع حط يديه على كتفو ويقول ليها: البركة في راسك اخويا. دريس:
مات الحاج وخلى ليا مسؤولية كبيرة. مات الحاج بسببها. طلحة تنهد ويقول ليه وفى الأجل ديالو وصافي ماشي بسببها. دريس كون ما فتحتها ما كانش غيتفقس ويصبح يابس. شنو ندير فيك هاديك إلا لقيتك. طلحة هو كيشوف البعيد. في نظرك مازال غترجع. دريس دار شاف فيه ويقول ليها ممكن ترجع ولكن فين غترجع. طلحة غير ترجع ونفكها مني ودير اللي عجبها ديك الساعة. دريس ناض ما تستاهلكش واخا هي اختي ولكن ما دارت فيها ما يصلح. طلحة صافي صافي نسى هادشي. تقابل معاه هو يكمل هضرتو. انت دابا الراجل ديال الدار تهلا في ميمتك. دريس وكيفاش نقدر ننسى طلحة. كيفاش نقدر ننسى وانا كندوز من حدا عباد الله كنسمع الهضره الناقصه. طلحة الهضره سمعناها كاملين ولكن ربي كبير وغينصرنا عليهم. ما تنساش راه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم راه كان كيسمع هضره كتجرحو ديما وكان كيصبر. دريس ايوا حتى حنا ما علينا غير بالصبر. طلحة عنقو عناق رجولي وبقلب ابيض وصبرا جميل والله المستعان. رجع هو ويا اللحومه. دار الحاج والأول مرة كان بابها محلول والعيالات كيدخلوا يخرجوا يعزيو. صوت القرآن كان مطلوق والبكا كان دايع. كانت لاله حبيبة متكية على خديجة وجهدها تقاضى وتهدات. أما خديجة غير ساهية وكتخمم فين كانوا وفين وصلوا. فاش كانت بنت 7 سنين مات والديها في كسيدة وتكلف بها الحاج يربيها. عاشت مع ذكرى ودريس بحال ختهم ولقات راسها في جو ديني وعلى عكس ذكرى هي بحثات وفهمات ودارت النقاب بخاطرها وقررت تعلم القرآن للدراري الصغار. واخا كانت كتشوف تربية الحاج غالطة وبعض الأحاديث غالطة وكان كيطبقهم ولكن عمرها تجرأت توقف في وجهه حيت بكل بساطة شخصيتها ضعيفة والريح اللي جا كيديها. حملات راسها مسؤولية وذنب كبير. كتقول كون ما عاوناتش ذكرى ومشات معاها في بالها ما عمرها كانت غتغلط ودير هادشي اللي دارتو. بداو العيالات كيخرجوا ووصلت العشية. خديجة خالتي كلي شي حاجة ما تبقيش بالجوع. حبيبة وعينيها حمر بالبكا ومنين بغات دوز لي الماكلة منين. خديجة هادي غير محنة وغدوز ان شاء الله. حبيبة غادوز بنتي غادوز ولكن ما غاتنساش. خديجة شدت ليها في يديها. يكون خير يكون خير. اما في دار الخماري كانت جالسة كتشرب القهوة حاطة رجل على رجل ومرتاحة وفرحانة. لابسة سروال كحل وديباردور بلا يدين وكتافها عريانين. شعرها الكحل طلقاتو ودارت ماكياج خفيف. هاد الحوايج كان ديما كيشريهم ليها ليت وكيحطهم ليها في البيت فوق ما كتجي كتلبسهم. وهاد المرة عرفات راسها غادي طول. بقات مسرحة عينيها وكتفكر في داكشي اللي دارتو. ما عرفاتش شحال تمها وباها وخوها وبنت عمها كي غادي تكون. عارفة راسها غتكون قصحاتهم خصوصا الراجل اللي تزوجات بيه ودار فيها الثقة. هاد الافكار مجرد ما جاوها نفضاتهم باش ما تعكرش المورال ديالها. حتى بانت ليها اكرام داخله مع الباب ونادت عليها. ذكرى اكرام واكرام. دارت لعندها وتوجهت ناحيتها بابتسامه. سلمت عليها بلا بيز وجلست حداها. اكرام اهلا 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 اهلا. فين غبرتي. ذكرى غير مع الدنيا وصافي. اكرام جيتي مع ليت. ما صبراتك تماريا عاوتاني. ذكرى اودي غير خليها على الله. إكرام ويلي شنو قالت لك. راه الوالدة هكا غير ما ديش عليها. ذكرى ماشي هي المشكلة ولكن راه حريرتي حريرة. إكرام عاودي لي. ذكرى شفتي ديك الغبرة اللي غبر ليت فاش مشى لفرنسا. كان جا واحد السيد يخطبني وقبلت غير حيت بززو عليا وتزوجت به. ومني رجع ليت قال لي نهرب وهربت البارح معاه وجينا لهنا. إكرام وهي مصدومة. لا ما يمكنش. ذكرى عارفة راسي قفرتها ولكن ما قدرتش نكون لشي واحد اخر من غيره. انت عارفه اني مفوقاش ولا معاليش حافظاه وحافظني وما نقدرش نبعد عليه. اكرام واش كتفكري بعقلك بعدا ولا لا. راك هربتي من داركم وغيكونوا دابا هابلين عليك وزيد عليها تزوجتي يعني نيت راه راجل غريب عليك. ذكرى هادشي كامل راه في راسي يا اكرام ولكن اشنو غندير. اكرام ما عندك ما ديري من غير تخلي الامور تهدني شويه ونلقاو حل واخا راه خربقتيها بالمعقول. ذكرى ودي إكرام ما علينا خلينا من هاد الشي.
وتا هضرت ماما غير بلا ما دي عليها تبقى غير تنكد عليك، سوليني انا اللي بنتها. ذكرى: علاش، واش وقع لك انت شي حاجه؟ اكرام: اودي حوايج هما. ذكرى: عاودي ليا. المهم الهضره تبقى بيناتنا. كنشك باللي شعيب كيسرق البرامل د الشراب وكيديهم لشي دار ويخبيهم. ذكرى: اوه، ومنين عرفتي انت هادشي؟ اكرام: ديما البرامل د الشراب ناقصين، ووصلتني ورقه ديال الضو ديال شي دار اخرى ما كانتش خباري كاع واش كاين عنده. ذكرى: وإلا صدقات هضرتك بصح وطلع شفار شنو غديري ديك الساعه؟ اكرام: غندموا على النهار اللي تزاد فيه، ما تخيليش العوافي اللي شاعلين فيا انا اصلا. ذكرى: وشنو ناوية ديري باش تاكدي؟ جاوبتها اكرام: هاد الليله غادي يخرج كاميو د البرامل جهه المرسى باش ياخدوه لالمان. غادي نوصي شي وحدين يتبعوا الكاميو ويشوفوا فين غادي تمشي، ومن بعد غادي نتبعها، وإلا كان بصح غدار راه غادي يبان. ذكرى: وعلميني باش ما كان الا بغيتي نمشي معاك نمشي معاك. اكرام: صافي واخا مشات. خرج ليت من الفيلا وبقى واقف كيكمي وكيشوف اكرام وذكرى جالسين في الجرده وكيهضروا. رمى الكارو عفط عليه برجليه وتوجه ناحيتهم. لمحاتو اكرام بنص عين وقلبات الموضوع. اكرام: المهم نهاري داز صعيب مع الخدمه. نخليك دابا حبيبه، انا نطلع نرتاح. ذكرى: اوكي خدي راحتك. داز من حدا ليت ومشات وهو جالس حدا ذكرى مبتسم. ليت: اش فيها؟ ذكرى مبادله الابتسامه: والو، هي جالسه كنتمنظر. ليت: الفيلا جات معاك؟ ذكرى شافت شي واحد تشوفها وتقول ليه: انا اللي جيت معاها. ليت شد لها في يديها وبدا كيضحك: غتبقاي ديما فيها حيت تستاهلي تكوني هنا. قرب منها اكثر باغي يبوسها حتى بعدات منه بسرعه. ليت استغرب منها ويقول لها: مالك، اش كاين؟ ذكرى: من الافضل بلا ما نقربوا من بعضياتنا، راك عارف انا باقا مزوجه. ليت: من نيتك ذكرى، من فوقاش حنا كنامنوا بهذا الشيء؟ ذكرى بالعطريقه: وما عرفتش، انا خايفه الشي كامل جاني على غفله حرت. ليت: انا راه كنبغيك الحمقى، وقريب راه غتولي مراتي. ذكرى: صبر عليا بعدا حتى نطلق منه. ليت: طلقي منه؟ شكون ضمن لك بلي غادي يطلقك اصلا؟ ذكرى: كيبان ولد الناس ويقدر يتفهم. ليت: كتعيشي في الاحلام بزاف ذكرى، واش كيصحاب لك كاع الناس نيه بحالك؟ ذكرى: ماشي شغلي، انا خاصني نطلق منه. ليت: وتحرميني منك يا حبيبه؟ ما نقدرش انا نبعد عليك، وانت اصلا وعدتيني غير رجع من فرنسا غتكوني ديالي. ذكرى: حتى انا باغيك ليت، غير عطيني شويه ديال الوقت عافاك. ليت: الوقت كامل ديالك، ولكن راه ما نضمنش لك واش نقدر نصبر. شنو بالك نتعشاو اليوم برا؟ ذكرى: واخا، فكره مزيانه. ليت: ايوا واش دير راسك باش نخرجوا؟ ذكرى: هي الاولى. ناضت من حتى ومشات للبيت كتبدل حوايجها وهي فرحانه. تباع حتى هو للبيت بدا كيلبس حوايجو، هي حتى هي كانت كتلبس حوايجها حداه. لبسات صواريها كحله وبوكلات شعرها وقادات ماكياج ثقيل. اما ليت كان كيقاد في قميجته وكيطلع فيها وكيهبطها، وكرهت يتلهى عليها تما كنيت، ولكن ما باغيش الحاجه ديال بزز. قرب منها وعنقها من ظهرها وهو كيشوف فيها في المرايه ويقول لها: كتحمقيني يا ذكرى. ذكرى: توعدني عمرك غتفرط فيا؟ ليت هو كيشوف في عينيها في المرايه: ديجا وعدتك. ذكرى: عاود وعدني. ليت: ايوا الصراحه ما نقدرش نضمن لك، قدر يتبدل الراي ديالي ونسمح فيك. ذكرى ضرباتو لوجهو وهي باقا كتشوف فيه في المرايه: ما كتسواش حتى انت. ليت بدا كيضحك ويقول لها: اي كنضحك معاك، واش دابا في نظركم كنت غنسمح فيك غادي نوصلوا لهذا الماصل؟ ذكرى دارت عنده وعنقاتو بالجهد: كنبغيك بزاف ليت، حيت بوحدك كنتي معايا فاش ما كان حتى شي واحد معايا، وبوحدك حنيتي فيا وتعاملتي معايا مزيان، ما نقدرش نتخيل راسي بعيده عليك. ليت حتى هو بادلها العناق: غنبقى ديما معاك حبيبه. شدو وجهها بين يديه ويقول لها: مشينا. ذكرى: مشينا. في معمل الخماري في طريق الحاجب طاح الليل وظلام الحال، والمعمل تسد بقاو فيه غير اللي شادين خدمتهم كيحسبوا البرامل وكيعمروا في الكاميون. كان واقف عليهم شعيب وكيهضر في التليفون. شعيب: فين هي الكاميون الاخرى، وصلات ولا باقي؟ باقي يا سيدي. شعيب: وشنو مازال كتسناو؟
كنتسناو حتى تخرج الكاميون من المعمل عاد نصيفطو الكاميون الاخر لطريق المرسى. شعيب: ايوا سير بيه راه تابعنا الطريق لطنجة. والكاميون د الشراب سيدي؟ شعيب: ما غتخرجش من الحاجب، انا عارف شنو غادي ندير بها. واخا سيدي. شعيب وصل الشيفور منين يرمي الكاميون في وسط الطريق يغبر، قطع عليه ابتسم وحس براسو دار انجاز كبير، والعاقه كتدخل للجيب بالساهل بلا ما يتعذب عليها. غدر اليد اللي وكلاتو وما هموش شي واحد اخر من غير راسو، وهاديك خيتي اللي حامله بولدو. قاد المسائل مزيان كما خطط، وما فراسوش بلي راه العينين حاضين وجايبين ليه الخبار. اما ديكرا وليت من مور ما تعشاو في ريستو كبير وهضروا وتعاودوا، رجعوا للفيلا مشادين في اليدين وطلعوا للبيت. ليت خشى يدو في الجيب ما لقاش تليفونه وهو يدور عندها. شيت، نسيت تليفوني في الطوموبيل، انا نمشي نهبط نجيبو ونرجع. ذكرى: اوكي داكور. خرج ليت ومشى يجيب تليفونه، وماريا دخلت لعندها مربع يديها وكتشوف فيها بنظره مشمئزه. ماريا: عندك طموح كبير، ولكن طموحك هو اللي غيكون السبب في هلاكك. ذكرى: شنو كتقصدي؟ ماريا: ما فهمتش انا كيفاش طوعك خاطرك تهربي من عرسك وتجي تلصقي في ولدي وانتي مزوجه واحد اخر. ذكرى: انتي عارفه بلي كنبغي ولدك بزاف. ماريا: عارفه الحب كيخليك ديري اي حاجه، ولكن شكون ضمن لي غدا تخوني ولدي حيت كتبغي واحد اخر. ذكرى هربات ليها الهضره وكتحاول تستجمع افكارها. كان ممكن تمنعي هذا الزواج كون وصلتي الهضره لليت، وانا كنت عمرني غنتزوج وما قدرتش نتقبل الفكره حيت كنبغيه ومستحيل نخونو. ماريا: اي حاجه مستحيله من بعد راه كتولي ممكنه. ذكرى بدات كترجف وحسات بالحقره، وما وعدتش على راسها حتى بدات كتغوت. ما من حقك تدوي هكا، شوفي راسك انت اللي جمعتي بين الخوت، على الاقل انا ماشي بحالك. ماريا هزات يديها حتى للفوق وصرفقاتها تصرفيقه قويه خلاتها تجمد بلاصتها وتدور وجهها للجنب. كانوا عينيها حمر بالغضب وصدرها بدا كيطلع ويهبط بالاعصاب. جبدت ليها الذكرى ديال الماضي الاسود اللي مازال حتى لدابا كتخلص الثمن ديالو وكتخلص الاغلاط القدام. ماريا: انتي مسخه، وعمرك ما غتوصلي لسيادك. ليت اللي كان راجع وسمع هضرته من الاخرى، هو يمشي عند ماما هو يقول لها: الوالده سيل دو بلي بركه. قرب منهم وديك راه كتشوف فيه بعينين دامعين ومحقورين. فاش شافتو بحال شافت الرحمه، اخيرا جا اللي غادي يدافع عليها، حتى كيصدمها فاش قال لها: طلبي السماحه من الوالده. ذكرى: كيفاش؟ اللي يتحمر فيها عينيه: كيما سمعتي دابا. بقات ماريا كتبتسم وكتشوف فيها بتعالي، وذكرى حاصله فيهم بجوج وهضرات بصوت مغنغن وباكي: سمحي لي. ماريا طلعتها وهبطاتها وخرجات، وهضرات وهي غاده: فهمت هاد الاشكال اللي كتعرف منين كتجيبهم، قمه الوسخ. خلات ليت مع ذكرى. هاد الاخيره اللي بقات كتبكي وهو واقف قدامها ما عجبوش الحال. ليت: وصافي ما تبكيش، امرا قد امك كنتي كتهضري معاها بهذا الاسلوب. ذكرى: وما شفتيهاش هي شنو قالت ليا، وزاد ضرباتني من الفوق. ليت: والوالده هكا حاولي تكسبيها. ذكرى: حاولت شحال من مره، ولكن هي عمرها بغاتني. ليت شدها من كتافها: نساي هادشي يا حبيبه ومسحي دموعك. المهم انا راه عندي خدمه برا الدار نمشي ليها ونرجع. ذكرى وهي كتمسح دموعها: وفي هذا الوقت. ليت: ما نتعطلش، خلاهم مشى حتى بلا ما يشرح لها السبب وفين غادي، وهي بقات مفقوسه وكتبرد الغصه في قلبها، من جهه ماريا ومن جهه التعامل اللي دار معاها ليت. الليل كامل وهي كتسناه ومازال ما رجع. خلا هكاك ومشى للبواط يسهر كيما موالف. اخر همه هو مشاعرها وكيفاش كتحس. شرقات شمس جديده وصبح صباح جديد. حلات عينيها وبدات كدورهم وكتشوف واش جا ولا لا. حتى ناضت طليحه عليها الفراش ولبست حوايجها وهبطات تفطر، لقات غير ماريا في الطبله. بغات تقلب الدوره حتى هضرات ماريا: كيبقى حنكك مزيان؟ ذكرى: ما فهمتش مالكي معايا. ماريا: هادشي كامل اللي واقع وكتسوليني مالني معاك. ذكرى: وشنو بغيتيني ندير الا ولدك بغاني؟ ماريا: واخرجي لي من داري وعطينا باتساع. ذكرى: ما حدو ليت باغيني معاه غير ولفيني. جابت لها الشلال والسكر ونادات باعلى صوت على الخدامه تجيب لها الدواء ديالها، الدواء ديال الكونسير د القلب. نهدات ذكرى وبعدات من حداها، حتى كتشوف اكرام داخله معصبه للدار وما هضرات مع حتى واحد. تبعتها ذكرى في الدروج كتجري حتى لحقاتها للبيت، وشافتها ضربات تليفونها في الارض وكتنهج. ذكرى: اكرام مالك شنو واقع؟ اكرام: طلع كذاب، طلع كذاب وشفار وما يسواش. انا اللي درت له العز، انا اللي درت له العز، جبتو من الزناقي ورجعته راجل، وشوفي باش كيجازيني.
ذكرى جلساتها: تهدني عاودي ليا مالك شنو واقع. إكرام: خدا الكاميو د البرامل وصيفط كاميو بحالها باش دير كسيده باش تبان بحال الا هي. ذكرى بالصدمه: وات ذا فاك، ولا ينيش لهبي. إكرام: وتخيلي معايا من فوقاش وانا مزوجه به، شحال من مره غيكون سرقني وتمتع بفلوسي. ذكرى: حتى انت هي الفلوس كيمشيو ويجيو ولكن الشمتة هي اللي كتبقى. إكرام بدات كتبكي: انا كنت كنبغيه ذكرى، وقفت في وجه امي باش نتزوج به، شوفي شنو طلع منه. ذكرى: خاصنا نديرو شي حاجه، ما يمكنش دوزي عليه بالساهل. إكرام: ما قادره نفكر انا في والو دابا. ذكرى: هضري مع المحامي حيد لي الفلوس اللي كتعطيه، واي حاجه دايره ليه فيها وكاله حيديها. إكرام: عندك الحق، خصنا نرجع والدي على الدص، وغنمشي دابا للدار اللي في الحاج نشوف دوك البرامل اللي تما. ذكرى كتشوف فيها كترعد: غنمشي معاك ما نخليكش بوحدك. إكرام: زيدي يلا زيدي معايا. جمعوا الوقفه وناضوا هبطوا بجوج دغيا خرجوا من الفيلا. ركبوا في الطوموبيل واكرام كتسوق بطريقه هستيريه، وديك حداها كتهدنا حتى وصلوا للحاج ووقفوا الطوموبيل في واحد الدرب. شافت اكرام العنوان في التليفون وبدات كتقلب على الدار حتى طاحت فيها. كان موبل كبير كل ايطاج فيه بدار. وقفات تماك ويلا بغات تهبط من الطوموبيل حتى كيبان ليها شعيب هابط وشاد في يد واحد البنت اللي كرشها كتبان. بقاو كيشوفوا فيهم حتى ركبوا في الطوموبيل ومشاو. عاد هبطات اكرام هي وياها. اكرام: شكون هادي اللي معاه؟ ذكرى بالعطريقه وبقات فيها اكرام بزاف: تكون غير ختو. اكرام: ما عندوش هو الخواتات، عنده غير مو وباه في العروبيه. ذكرى قربات منها وشداتها: ان شاء الله ما تكون حتى حاجه اكرامي، ما ديريش في بالك. اكرام شافت فيها بعينين دامعين: اللي قادر يشفر قادر يخون. ذكرى قالت هادشي ومشات عند العساس اللي واقف في الموبل وبدات كتسولو. اكرام: السلام عليكم الشريف. العساس: وعليكم السلام لاله، اش حب الخاطر. اكرام: كنت كنقلب على واحد الراجل سميتو شعيب، قالوا لي كاين هنا. العساس: شعيب عاد دابا خرج هو ومراتو. اكرام بالصدمه: مراتو؟ العساس: اييه مراتو. ابتسم ليها ويقول لها: مسكينه حامله، بغيتيهم في شي حاجه نقولها ليه؟ ما لقات ما تقول ليه، الهضره هربات ليها والدموع صافي بداو غا كيطيحوا، والرجفه تا هي شداتها من رجليها حتى لراسها، قلبها كيتعصر عليها. المهم كلشي تجمع. شدات فيها ذكرى وهي كتشوف في العساس وقالت ليه: ماشي مشكل سيدي، حتى نرجعو عنده ان شاء الله. العساس: ولكن هو راه ما غاديش يرجع لهنا، حيت راه عنده دار اخرى وهي فين مشى مع مراته باش يجلسوا فيها. اكرام مسحات دموعها دغيا قبل ما يشوفهم العساس وهي تقول ليه: واخا تعطينا العنوان حيت حنا راه من طرف عائلته. العساس: مرحبا بنتي. كتب ليها العنوان في ورقه وعطاها ليها. اكرام: شكرا سيدي. جبدات من ساكها 500 درهم وعطاتها ليه وهي تقول ليه: الهضره تبقى هنا. العساس شاف الفلوس وهو يضحك: الله يا ودي كوني هانيه. شدات فيها وبقاو غاديين راجعين للطوموبيل. اكرام بزز باش كتمشى وبزز كاع باش واقفه على رجليها، وديك كتسكت فيها وكتحاول تهدنا، كتقول لها زعما باللي راه كلشي غادي يتصلح. حالتها حاله والجرح اللي في قلبها كان صعيب بزاف. دارت لعندها اكرام وعطاتها ساكا وهي تقول لها: رجعي للفيلا، هنا راه تلقاي فلوس وغتلقاي كلشي. ذكرى: فين باغا تمشي نتي؟ اكرام: ما غنرجعش انا دابا، غسيري. ركبات في الطوموبيل وكسيرات بلا عقل. ذكرى هزه الساك وكتشوف فيها وخايفه لا تمشي دير في راسها شي مصيبه. تخلعات عليها بزاف حيت الحاله اللي كانت فيها اكرام راه ما تبغيهاش العدوك. اما اكرام غدا بلا عقل وبلا وعي، وغدا في الطريق ودموعها عامينه كتشهق وتضرب في الفولون وراسها كيدور وكيفرعها. ما عارفاش فين غاديه ولكن بغات تمشي لاي بلاصه من غير دارهم، غير باش ما تسمعش كلمه امها وتحس بها كتشفى فيها. ما حسات براسها حتى لقات راسها غاده في اتجاهه هو الوحيد اللي تيحن عليها ويقدر يكون معاها ويوقف معاها. وقفات في مكناس وبالضبط في حي الحبول، وهبطات من طوموبيلتها وحالتها حاله، كترمي الخطوه وكيتزقلوا ليها 10. الخيانه بصح راها صعيبه، ولكن الشمته كتكون اصعب، خصوصا فاش كتكون من شي شخص اللي فضلتيه على راسك ودرتي ليه الشان ووهمك بالحب والعاطفه، وفي الاخر كيطعنك من اللور. غادا وكتقول مع راسها: واش حيت عاقره بدلها ونسى خيرها، ولا حيت لقاها معميه بحب وقرر يستغلها؟ اسئله ما لقاش ليها جواب، غير كتشاق. وغادا واللي داز كيشوف فيها ويسولها مالها. كان واقف حدا الدار وغير طلع راسو بانت ليه وعاود هبط راسو، وعاود طلعو تاني كيتاكد واش هي وشنو جات دير هنا. عاد سرات معاه بلي جات تشوف طلحه، ولكن مال حالتها ما حققش فيها الشوفه حتى طاحت مغمى عليها في الارض. تجمعوا عليها الناس ومشى كيطير عندها التحنه وبدا كيبعدهم.
حميد: بعدوا عليها، بعدوا، انا غنتكلف بها. بدا كيدفع في الدراري ويقول لهم: نتوما مالكم، بانت لكم الدجاجه بكمونه، راه بربي حتى نكبتها مع شي واحد. دفعهم كاملين وهزها بين يديه ودخلها ديريكت لدار با السطوف وحطها في الصالون وبقى واقف كيشوف فيها. الميكاب تخسر ليها والكحل سايح على خدودها. ما فهمش مالها مسكينه. ناضو مشى لعند طلحه وبا السطوف اللي في الكراج كاع ما سايقين الاخبار وكيخدموا حتى دخل لعندهم كينهاج. حميد: طلحه، اختك طاحت في الزنقه سخفانه. طلحه حل عينيها بالصدمه: شنو كيفاش؟ حميد: راه دخلتها لدار با السطوف. مشاو كيجريو بثلاثه بهم ودخلوا للدار. توجه طلحه ناحيتها وشدها وبدا كيزعزع فيها. طلحه: اكرام واكرام فيقي. باسطوف: كيفاش سخفات؟ حميد: ما عرفتش باسطوف، كانت كتبكي حتى طاحت. باسطوف: جيب الماء جيب. جابوا الماء وبداو كيرشوا عليها حتى بدات كتفيق وعينيها كيتدبلوا. ما عقلات على والو حتى بدات طلحه كيهضر معاها عاد ناضت وبدات كتبكي تاني. طلحه بخوف وشادها مع النقا: اكرام اش واقع؟ ياك ما الوالده وقعت لها شي حاجه؟ غير كتحرك راسها باللوص وطا متقطع وكتبكي وتشهق ومخنوقه. باسطوف: راك قهرتي عينيك بنتي بالبكا بركه. طلحه: هضر يا اكرام، شنو واقع؟ اكرام وهي كتبكي وكتشهق: حصلته مع وحده اخرى، حصلته كيخونني، هو خانني اخويا خانني. سكتوا كاملين كيسمعوا ليها وطلحه كيشوف فيها بحزن والنار شاعله فيه وبدا كينهج. طلق منها وناض كيغوت. تبدل كليا وعينيه تحولوا للحمر وكيهضر: فين كاين دابا نمشي عنده؟ باسطوف شد فيه وهو يقول ليه: الله يهديك اولدي دير عقلك. حميد: علاش بالسلامه يدير عقله وبربي اليوم حتى نحيوه. اكرام شدات فيه الطلحه وحطات جبهتها عليه وكتبكي: ما بغيتش نعرف فين وشنو كيدير دابا. مشات فيه وكملات: بقى معايا اخويا، غتسدوا البيبان في وجهي، انا بغيت خويا. رجع جلس حداها مع النقا وكتبكي على صدرو. طلحه: دموعك غاليين اختي. اكرام كتنخصص: انا اللي هزيته من الزناقي ورجعته راجل وهكا كيجازيني. طلحه: ما غتبقاش فيه، غير كوني هانيه. اكرام: كون كنتي معنا عمر شي واحد ما يأذينا. عافاك رجع طلحه عافاك. بسطوف وحميد خرجوا وخلاوهم بجوج. طلحه: شش ما تقوليش هكا، كاين معاك اللي حسن مني. اكرام: شكون؟ طلحه: معاك الله سبحانه وتعالى. اكرام: ولكن راه محتاجاك حتى انت. طلحه: ديك الدار حلفت ما نعتب فيها. اكرام وهي كتمسح دموعها: صافي واخا معليش. بقات حداه كيهضروا وكتخوي عليه قلبها وكتحاول تنسى. ما قدرش يعاود ليه همو، قال مع بالو بلا ما يزيدها اللي فيها كافيها. بدات كتسكت شويه بشويه وتمسح دموعها وهو كيحاول يضحكها وينسيها ويفهمها باللي راه الذهب ما عمره ما غيتلاقى مع الوسخ. حسات براسها بصح ارتاحت وهي معاه. دارتها زينه فاش جات لعندو. طريقته في الشرح والمواساة زوينه بزاف. طلبات منه يوريها الطواليت تصل وجهها، وراها ليها ونط مشات ليها. الطواليت كانت تقريبا حدا الكوزينه، وهي كتغسل وجهها بدات كتسمع صوت باسطوف وحميد وهما كيهضروا. باسطوف: باقي ما لقيتي الخدمه؟ حميد: واللي كنمشي عنده كيجري عليا حيت انا محابسي. باسطوف: ايوا جيت تعلم الحرفه د النجاره، انا راه واحد النهار غادي نموت وغيبقى لكم الكراج انت وطلحه. حميد: ما عنديش عقل النجاره باسطوف، بغيت شي حاجه نبقى نتحرك فيها ما نبقاش غير جالس. باسطوف: ايوا شنو غنقول لك، ما عليك غير بالصبر. سمعت هضرتهم وكملات تغسل وجهها ونشفاتو ورجعت جلسات حدا طلحه كتعاود هي وياه. وباسطوف وحميد عمرو اتاي جلسوا حتى انا تبغات تمشي حيت مشى الحال ويقول لها طلحه: صبري نرجع من الجامع ونخرج معاك. اكرام: واخا نتسناك. ناض باسطوف وطلحوا ومشاو. بقات كتسنى حتى سمعت شي تقرقيب ومشات تشوف مصدر الصوت لقاتو حميد كيقاد شي بوله. اكرام: وانت ما كتصليش؟ حميد: كتب عليك هاد الكماره ديال الصلاه. اكرام: الصراحه لا. حميد شاف فيها بنص عين ويقول لها: يد المخننه هادي. اكرام طلعاتو وهبطاتو وهي تقول لها: هاد الباسل. حميد: النهار الاول جالس علينا مزوجه مزوجه مزوجه، صدقتي مزوجه شماته. اكرام: والله ما غتبقى فيه. حميد: هو اللي خاسر اصلا، ضيع هاد العسل. اكرام قربت منه وهي تقول لها: والعسل صعيب على اي واحد. حميد: خاصو الذواقه. اكرام: شبان لك تخدم عندي؟
حميد تفاجأ من هاد السؤال وهو يقول لها اشنو؟ إكرام: خاصنا جارديني وشي واحد يتكلف بالمعمل، شنو بالك؟ حميد: وعلاش تخدميني عندك؟ حيت قال لك طلحه مثلا؟ ما كينفعوش معايا الوجهيات اصلا. تقدر تقول عجبني داك التصرف فاش رجعتي ليا ديك 200 درهم. شداتو الضحكه من هاد البنت اللي كتعيش 10 د الفصول في ساعه واحده، بحال ما تقولش عاد دابا كانت كتبكي، دغيا نسات ولحت موراها الهم. حميد: اودي داك النهار ما كنتش تابع الناس، خليها على الله. اكرام: هي كون شبعتي ما كنتيش غادي ترجعها. حميد: انا شابعو دابا وقابل نخدم عندك. اكرام ابتسمات ليه وهي تقول لها ايوا مزيان، اجي من هنا لجوج سيمانات. حميد: وعلاش زعما جوج سيمانات؟ اكرام: غير اجي وتعرف. رجعت الحوض باستوف وخرجت راجعه لطوموبيلتها، وصاها ترد بالها مع الطريق، سلمات عليه ومشات. اما ذكرى كانت يلاه دخلت للدار وهو يتلاقى بها ليت معصب. ليت: فين كنتي؟ ذكرى: فين كنتي انت اللي من البارح وانا كنصوني عليك؟ ليت: اشنو غير خويت لك الساحه ودرتي اللي عجبك؟ ذكرى: راني خرجت مع اختك اكرام، اصلا امك شافتنا. ليت: وسولتها قالت لي ما شافتكش النهار كامل. ذكرى: ايوا شنو ندير لك الا كتثق في امك عليا، ومره اخرى الا بغيتي تعطل قولها ما تخلينيش كنتسناك. ليت هو معصب: على هاد الحساب نبقى نتعطل ديما وما تشوفينيش كاع، وغتمنى يكون درتي داكشي اللي قلت لك وانت غتشوفي. قال كلامو ووفى به، ومن داك النهار ما بقاش كتشوفو بزاف. جالسه في دارو بحال جالسه في الخيريه وكيمن عليها من الفوق. قهرات راسها بالبكا عليه هو كاع ما مسوق ليها. خدم معاها القاعده ديال الاتساع باش هي اللي تقرب منه وتعطيه داكشي اللي بغا. ما حيلتها عليه، ما حيلتها لمو اللي منكده عليها عيشتها، ولا ما حيلتها لعائلتها اللي كتحلم بيهم وقلبها مشوي عليهم. تلفات وشدات الارض. دازت المده ولكن ما دازتش على الدياني ديالنا. كل مره كيفكر فيها، شنو كدير؟ واش واكله؟ واش شاربه؟ واش ناعسه؟ بالو ما هانيش، وديما كيتساول هو ودريس الا لقى شي واحد فيهم شي خبار. دريس اللي رجع هو الراجل ديال الدار، من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه. كيتعامل مزيان مع خديجه وامه، وحيد ليهم شويه داك الزمت اللي كان داير لهم الحاج وخلاهم يتنفسوا. فات جوج سيمانات اللي دازو عذاب على اكرام، ولكن قصحات راسها وجمعات فلوسها عندها وحجات على الاملاك اللي دار شعيب مور ظهرها، وحيدات له الوكاله لكلشي وخلاتو كيما جابتو النهار الاول. وهو كاع ما فراسو البلان كاع. خدماتو خدمه نقيه، ضرباتو غير من تحت الدف وحالفها فيه. هزات كاس د الشراب معتق مصايبه عليه يدها بالخاطر، ورشفات منه بشويه، ودارت لعندو كتشوف فيه طايح على الدجاج بحال اللعمه كياكل بسبعانو كاملين. ابتسمات وهضرات بتساؤل. اكرام: كي جاني الجبادور حميد. حميد فمو عامر بالماكله وبزز باش كيسرط وشاف فيها. زوين زوين. اكرام: يزين ايامك، كل كل بصحتك. حميد: شكرا بارك الله فيك. اكرام: نعطيك شلاضه ولا الروز؟ حميد: ها؟ شلاضه ولا الروز؟ حميد: الروز الروز. كتحط له الروز في طبسيلو حتى سمعت خطوات جايه كتقرب. حسات به جا وقف قدامها وهي طلعت عينيها فيه بابتسامه. اكرام: جيت يا راجلي العزيز، مرحبا بك. يومين ما زرتنا بركتك. شعيب كيشوف فيها ويشوف في حميد اللي كيخشي في وجهه. شكون هذا؟ اكرام: هذا حميد الجارديني الجديد ديالنا، عاد جا اليوم، صراحه دغيا خليها لخاطري. شعيب حط يديه في جيبو وهو يقول لها ايوا الله يدومها محبه. اكرام بنبره جديه: نسيت ما سولتكش، البرامج تشرب وصلوا للمرسى؟ شعيب باسف: علاه ما قلتش ليك؟ الكاميون اللي كان غادي راه تقلب في الطريق. اكرام: الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون. شعيب: لا لا الحمد لله راه الشيفور ما ماتش. اكرام: عارفه ما ماتش، اصلا راه هو هنا. وبصوت مرتفع عيطات عليه. دخل. دخل الشيفور حاني راسو وقف حدا اكرام. شعيب غير شافو تبدل اللون في وجهو بدا كيتعرق. اكرام وهي موجهه هضرتها للشيفور: البرامل تشرب فينا هما؟ الشيفور: لقيناهم في الدار اللي في الحاج بلاله. ودار من؟ الشيفور: دار راجلك. وانت والرجال شنو درتو فاش لقيتوهم؟ الشيفور: درنا داكشي اللي قلتي لينا لاله اكرام، المراه اللي كانت تما عطيناها للبوليس وشدوها. الصدمه كانت قويه عليه، خلاتو يفشل ويتسند على الكرسي. صدرو بدا كيطلع ويهبط، الدموع تحجروا ليه في عينيه حتى تحجبات ليه الرؤيه. تقدمات بشويه ووقفات قدامه. اكرام: ما تخافش اول الزناقي، ما غادي ندير لك والو، انا حقي خديته. وبرامل الشراب رجعوا ليا، وديك المراه اللي درتي مور ظهري وكانت حامله منك راه شدوها البوليس على قبل جوج حوايج:
الاولى باش تعلم ما تعطش اليد اللي عطاتك تاكل، والثانيه حيت انا مرا عاقره. ترضى مراتك الثانيه تولد ولا لا اللي جمعتك من الوسخ ما تولدش؟ مازال ما تزاد هذا اللي ضحك على بنت الخماره ويلعب مور ظهرها. ياك ما كان كيصحاب لك راني درويشه، انا راه سكايريه، والدقه ديال السكايريه ما كتقتلش ولكن كتعذب العمر كامل. درنا فيك الخير وصرفنا عليك ورجعناك راجل الشماته، ولكن ملي نسيتي الخير دفناه وكلينا عليك كسكسو. الله يشوف من حالك في الحباسات. درت لي الطريق منين يدوز غوتات. خرج من داري، يلا برا برا. خرج بالجزره من الدار ما عاودش معاه الهضره. وهضرات موجهه هضرتها للشيفور. بغيت تعيطوا ليه للبوليس دابا، هاد الليله بغيتو يبات في الحبس. الشيفور: هي الاولى لا لا. قال هضرتهم مشى خرج بهدوء. اما هو كان مركز فيها الشوفه الماكله معمره ليه فمو وهو مصدوم وساقل، كيقول مع راسو واش داني وعلاش جيت. حتى دارت لعندو كتضحك وكتقرا تعابير اللي فيهم الدهشه. حميد: وكان كيسحب لي راسي واعر صدقتي انتي بوحدك مافيا. اكرام: شفتي يا حميد، شفتي الناس كيفاش عمال يهط مع عينيها، وانا اعدى حاجه عندي هي شي واحد يضحك عليا ويرجعني دمدومه. حميد: ولاد الحرام الرجال كاملين بحال بحال. اكرام وهي كتضحك: واش حتى انت؟ حميد: لا لا انا غير جارديني. خشى الدجاج في فمو مركز شوفها في عينيها لا تغفلو بشي مونتيف. هو يقول ليها: غامسحيها فيا اكرام. اكرام مستعات ابتسامته: يخليك ليلي. عيطت للعساس يديه معاه ويوريه خدمته في الفيلا كيفاش غتكون ويعطيه الماتريال، ومن بعد غتمشي معاه هي للمعمل وتفهموا الخدمه كي دايره تماك. نهدات وهي كتحس بجبل الهم تحيد عليها، ولكن باقا فيها الشمته رغم انها رجعت فلوسها ودلاتو كما دلها. هزات تليفونها وهضرات مع المحامي ديالها يعجل ورق الطلاق باش تهنى من هاد الحريره في مره. قطعات معاه وبقات ساهيه كطل من السرجم، ما فيقا من سهوتها غير ما اللي دخلت عندها مكشكشه. ماريا: هادشي اللي قال المحامي بصح ومخبي عليا. اكرام: وشنو بغيتيني ندير، نجلس كنتفرج؟ ماريا: راه غادي ديريني نشوها مع الناس كاع اللي من الطبقه ديالنا غادي يقولوا بنت الخماري خانها راجلها. اكرام: ياك ما بغيتيني نعيش في الدل ونرضى باللي كان كيخونني. ماريا: حتى واحد ما بزز عليك النهار الاول تزوجي به فهمتي، ودابا تحملي مسؤوليتك. اكرام: علاه انت تحملتي يا نهار صيفطتي ولدك للحبس، ولا نهار كنتي كتشوفي ابراهيم مدخل عليك الشيطات وانت ساكته؟ انا ماشي بحالك وعمرني نكون بحالك. كنتحمل مسؤوليه اغلاطي، زواجي من شعيب كان غلط وهاني قاديته. ماريا بدات حالتها كتبدل وداتها كترجف وكتنهج. المسخوطه طيحتي بينا قدام الناس، كون قلتيها ليا كون راه تصرفت. شدات في قلبها وتحنات وهي مقطوع فيها النفس. ما تحكميش عليا، حيت ابراهيم الواليه يديه. انا ما فرطتش، انا ما فرطتش فيه. طاحت في الارض واكرام نزلت عندها كطبطب على وجهها وكتغوت على اي واحد باش يعيط على الطبيب. سمعتها ذكرى ونزلت لعندها كتعاونها في ماريا. هزوها لبيتها وعيطوا للطبيب. مده حتى دخل لعندها وكشف على حالتها وهما برا كيتسناوه. كانت ذكرى كتواسي اكرام وليت واقف بعيد عليهم وكيشوف حتى خرج الطبيب. اكرام: دكتور ياك لاباس؟ الدكتور: ما عندي ما نخبي عليكم، الحاله ديال مدام ماريا راه متدهوره بزاف. ليت: شنو التشخيص ديال حالتها؟ الدكتور: الصراحه الكونسير في المراحل الاخيره، واخا كتشرب الدوايات. حنا ما عارفينش امتى الاجل ممكن يوصلها، ولكن كنتاملوا انها تزيد تعيش. ليت: شكرا يا دكتور، تفضل معايا. خرج الدكتور ودخلت اكرام عند امها لقاتها ناعسه، باين عليها العيا في وجهها. عرفت بلي حالتها كتدهور وما عارفين شنو غيوقع من هنا للقدام. وشحال تقدر تعيش كاع؟ غير كيسايسوا معاها وكيتسناو. خرجت من عندها ومشات ديريكت، خرجت من الدار وعقلها مشطون، خدات الطوموبيل وانطلقات. اما ليت شاف ذكرى واقفه بوحدها ومشى لعندها. ليت: كنت جاي لعندك حتى وقع هادشي للوالده. ذكرى: الله يشافيها عليك. جلست وهي منفخه. ليت: حتى لامتى غنبقاو هكا؟ ذكرى: شوف انت واش تفشيتي ولا باقي؟ منخلني 2 سيمانات ما عرفت ما ندير. ليت: غير نساي، انا راه كنت معصب ولكن عارف راني كنشد في خاطري. ذكرى: حتى انا بقى فيا الحال وفكرت نخرج من هنا كاع. ما تقوليش هكا، ما غاديش نخليك تبعدي مني. شنو بالك اليوم نخرجوا نقصروا؟ توحشتك بزاف. ذكرى: ونخليو ماماك هكا؟ ليت: الوالده راه ديما كتشدها الكريز، غدا غتولي مزيان. شد ليها في يديها وهو يكمل: خاصنا نفكروا في راسنا. ذكرى ابتسمات: هاد الليله؟ ليت: حبيب هاد الليله. ذكرى: صافي واخا نوجد راسي. مشات وهو بقى متبع عليها العين، وجب التليفون وكيبتسم ابتسامه شرانيه.
صونا لواحد النمرة حتى جاوباتو وهو يهضر. ليت وجدي لي داكشي اللي وصيتك عليه، راني جاي بالساطا معايا، ما بغيت حتى حاجه تضيع عليا. هو يقطع. هو كيبلاني في راسو وملامحو كانوا جديين. اما اكرام وصلت للحبول ومشات ديريكت للكراج باش تشوف طلحه. اكرام: السلام خويا. طلحه: اهلا اكرام. عنقها هو يقول لها: غبرتي عليا. اكرام وهي مقلقه: غير مع المشاكل. طلحه: اش واقع؟ اكرام: خاصك تمشي معايا للدار ضروري. طلحه: ياك هضرنا في هاد الشي. اكرام: عارفه بلي هضرنا، ولكن راه خاصك تمشي معايا حيت ماما بغات تشوفك. طلحه: ديك الدار راه ما غنعتبهاش وديك المراه ما غنشوفهاش. اكرام: انا مريضه بالكونسير طلحه وما بقى لها والو تموت، بغات تشوفك. جمد بلاصتو وعطيها بظهرو. من مور كلامها ما قال والو. قربت منو وكترغبو. اكرام: عافاك اجي معايا. طلحه: ما جايش غير بلا ما تعذبي راسك. اكرام: علاش قصاحيتي؟ علاش وليتي هكا؟ خساره والله. خلاتو ومشات وهو بقى في افكارو ملخبط وما عارف ما يدير. النهار كامل وهو هكاك، وكمل خدمته وظلم الحال وطلع للدار يرتاح. اول مره يحس براسو مهموم وما عجبوش الحال. مشى توضا وصلى صلاتو اللي كيلقى فيها الراحه وقرا القران. تضرع على الله سبحانه وتعالى وكيناجي. كيتفكر 23 عام ديال الحقره والحبس اللي عاشو، وكيتفكر الحنان اللي تحرم منه ما عاشوش، وكيتفكر ذكرى اللي مشات من بين يديه. وقال مع راسو يمكن حيت ما خداش رضا والديه هادشي علاش كيوقع ليه هكا. ما فراسوش انه مراتو والحرام ديالو راه كتوجد راسها ولابسه سواريه بيضاء على قلبها الكحل، وغاديه للهلاك برجليها وفرحانه. ناض نص الليل من بعد ما فكر وعاود وهبط من الدار غادي عند واحد من ولاد الدرب. واحد خونا كيهز البلايص وكيديهم خطاف وصافي. طلحه: بغيت توصلني. طلع. طلع في الطوموبيل وحط راسو على الزاج وبالو ما هانيش، ولكن خاف الروح تقبض ومازال ما قالش اللي في قلبه، والموت غدا راه كتخطف الناس القراب. فين اخويا بغيتي نوصلك؟ طلحه: بغيتك توصلني لدار الخماري. هنا كنكون وصلنا لنهاية هذا الجزء. كنتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تخليو لي الآراء ديالكم في كومونتير. كان معكم أشرف يحكي. كنتمنى نكون كنت خفيف على قلبكم، ونشوفكم في الجزء الجاي. باي باي.